يا صباح الورد، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة، يا صباح أحلى طاقة إيجابية. ربنا يجعل يومكم كله خير وبركة ورزق يا رب. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معاكم فيديو جديد واول افكار في مشتريات رمضان. ان شاء الله وباذن الله هتعجبكم وتستفادوا منها. النهارده هعرض معاكم اول مشترياتي لرمضان انا جبتها. تابعوني لاخر الفيديو عشان هنقول كل حاجه بالتفصيل، ونقدر نقول مع بعض على الاساسيات. لو انت حابه تشتري حاجه دلوقتي، ولو انت مش هتقدري توفري منها حاجه خالص، هنقولك على البدائل ان شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها. لو انتي اول مرة تشوفي القناة، ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك واعملي لايك وشير وضغطي على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا الاقتصادية البسيطة اللي على قد الايد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة في مشترياتي الاساسية اللي انا جبتها عشان رمضان هي التوابل. التوابل دي أساسية معانا جدا في رمضان، ولازم تكون موجودة في المطبخ بتاعك طبعا علشان العزومات بقى والأكلات اللي هتعمليها، وتبقى حاجتك موجودة تحت إيدك. فأنا أول حاجة بحب أجيبها لمشتريات رمضان هي التوابل، وأجهزها معايا في البيت، لأن في توابل أنا بجيبها حصى وانا بحمصها على النار وبعدين اطحنها في البيت. فببدأ اول تجهيزاتي في المطبخ هي التوابل. زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجة انا جبتها جايبة ربع كيلو كمون. زي ما انتوا شايفين كده، كيلو كمون عندنا بيتراوح من 350 ل 400. فبصراحة انا جبت زي ما انتوا شايفين كده شوية الكمون دول، وجايبه مع الكزبره حصى. يعني انا جايبه الكمون حصى وجايبه الكزبره حصى. كيلو الكزبره عندنا بيتراوح من 80 ل 90. انا جبت نص كيلو، كمية كبيرة لأن الكزبرة بتبقى كميتها كبيرة، وطبعا بنستخدمها في أكلات كتير، فبتبقى أساسية. طبعا الملوخية بقى والبصارة والطشة والحاجات دي فبتبقى أساسية معايا في المطبخ. أنا جايبة الكمون حصى والكزبرة حصى، هحمصهم على النار عندي وهطحنهم في الكبة بتاعتي. وجبت بقى كيس بقسماط. يعني قولي كيس البقسماط ده بصراحة في حدود من 30 ل 40 جنيه. جايبة بتاع نص كيلو. الكيس ده برضو أساسي، طبعا بنحتاجه في رمضان في أكلات كتير. برضو جايبة معاكم هنا ورق لوري. بصي الحاجات دي بقى يعني حاولي تجيبي بقى ب10 جنيه، ب20 جنيه. الحاجات اقتصادية وبسيطة علشان تبقى أساسية معاكي في مطبخك، وما تحتاجيش ان انتي هتقعدي تقولي هجيب منين وهبعت حد يجيب لي، تبقى حاجتك تحت ايدك. انا برضو جبت شوية الورق اللوري دول ب10 جنيه. تمام. دي بقى بهارات اسمها بهارات البطاطس، جميلة جدا حلوة قوي. انا بجيب الشوية اللي قدامكم دول بصراحة ب10 جنيه. خلاص، الشوية اللي انتوا شايفينهم دول انا جايباهم ب10 جنيه. البهارات دي انا برشها على البطاطس بعد ما تقليها، جميلة جدا جدا، بتخلي البطاطس طعمها حلو قوي قوي. روحي للعطار واسمها بهارات بطاطس. دي بقى مرقة دجاج فورية. انا بطلت اجيب مرقة الدجاج اللي هي من السوبر ماركت، اللي هي قطع او اي حاجة من دي. طبعا انا بقى دلوقتي بجيب المرقة الدجاج الفورية دي من عند العطار، حلوة قوي. الشوية اللي انتوا شايفينهم دول ب20 جنيه، جميلة جدا. انت مش بنحتاج منها الا كمية بسيطة، بس حلوة قوي وطعمها حلو قوي قوي في الاكل. دي بقى انا دي برضو شوية بهارات لحمة، جميلة جدا برضو تستخدميها في البيت، أساسية. طبعا احنا عارفين ان بهارات اللحمة دي أساسية، وبرضو بنستخدمها في البيت على طول. فأنا جايبة شوية دول في حدود 30 جنيه. ده بقى معايا جنزبيل مطحون، برضو انا بحب استخدمه في الاكلات. لو انت مش حابة برضو تستخدمي الجنزبيل انت حرة، مفيش مشكلة، زي ما انت عايزة. دي بقى شطة اللي هي الشطة الحمراء. انا جايبة شوية شطة حمراء اهي، زي ما انتوا شايفين قدامكم اهي، شطة حمراء. تمام. دي بقى معايا اللي هي التوم البودر اهو، توم البودر. تمام كده.
دول بقى الشوية دول اللي انتوا شايفينهم شوية صغيرين دول، بصراحة انا جايبة ب10 جنيه كبابة صيني. كبابة صيني جميلة جدا، بستخدمها برضو في اكلات كتير، بتبقى حلوة اوي في المشويات. كبابة صيني حلوة اوي. دي بقى جايبة في حدود 40 جنيه. بهارات كبسة جميلة جدا برضو. بعمل بها الرز بتاع الريزو، بعمل بها رز الكبسة. وبرضو جايبة بابريكا. البابريكا دي انا جايباها ب10 جنيه. بصي انا جايبة من كل حاجة ب10 جنيه، ب15 جنيه، حاجات بسيطة وعلى قد ايدي، بس تبقى اساسية موجودة في مطبخي، ما احتاجش من حد حاجة. طبعا جايبة كركم وكاري، جايبة برضو ب15 جنيه كركم وب15 جنيه كاري، برضو علشان انا بحتاجه في العزومات في تتبيلة الفراخ. منتيش حابة برضو هاتي ب10 جنيه. انا جايبة برضو من كل حاجة في حدود 10 جنيه، في حدود 15 جنيه، زي ما انت عايزة. بس هاتي حاجتك اساسية وتكون موجودة معاكي في البيت. دي توابل بقى اللي انتوا شايفينها دي، اللي الكيس اتفتح مني ولحقته وربطته. توابل فراخ مشوية، جايبة منها برضو في حدود 20 جنيه اهو. طول ما التوابل دي موجودة في مطبخي انا مش ببقى شايلة هم حاجة خالص، وبتبقى حاجتي تحت ايدي. جايبة قرفة بودر حلوة قوي، بستخدمها جميلة جدا. جايبة السبع بهارات ب15 جنيه. لا استنوا، الكيس مكتوب عليه 16 جنيه. تمام، زي ما انتوا شايفين اهو، كيس مكتوب عليه 16 جنيه. جايبة بقى لون العدس اللي هو اللون الزعفران. في ناس بتسميه لون، احنا بنسميه لون العدس، في ناس بتسميه لون الزعفران، زي ما انت عايزة، كل واحد بيسميه حسب اللي هو عايزه. انا بستخدمه جميل جدا. دي بقى انا جايبة شوية حبهان، يعني بصوا شايفين الشوية اللي قدامكم دول، يعني الحبهان غالي جدا، فانا جايبة الشوية اللي انتوا شايفينهم دول في حدود 30 جنيه. ولسه هجيب تاني، بس انا قلت ايه، انا بجيب كمية قليلة بكمية قليلة، يعني مش جايبة كميات كبيرة. المهم حاجتي تبقى معايا وتحت ايديا في البيت، محتاجش حاجة اسفة، محتاجش حاجة في وقت الشيء اللي انا بعمله. شيء الشوية اللي انتوا شايفينهم صغيرين دول، انا جايبة فلفل اسود، الكيلو منه ب450. انا جبت يدوب ربع كيلو. بصراحة انا جايبة ربع كيلو فلفل اسود برضو حصى، وبحمصه على النار عندي، وبطحنه في الكبة، بيطلع جميل جدا، وهوريهولكوا برضو في الفيديو. تابعوني لاخر الفيديو هتشوفوه. شايفين بقى الكيس الصغير ده كيس المستكة. انا جايبه الكيس ده ب160 جنيه. طبعا المستكه ما استغناش عنها، بصراحه انا ما استغناش عنها. في حاجات في البهارات اقدر استغنى عنها، لكن المستكه دي انا ما استغناش عنها لان اساسيه معايا. يعني المستكه بصراحه بتمن كل اللي انتوا شايفينه ده. فشويه المستكه دول ب160 جنيه. في ناس بتباعها في حدود 180، في ناس بتباعها ب160، على حسب ما انت تجيبيها. تمام، فانا جايبه الكيس الصغير ده ب160 جنيه. نيجي بقى للصوصات. لو انتي عايزه تستغنى عنها برضو مفيش مشكله. انا بحب ازايز الصوصات دي، بتبقى عندي بستخدمها على طول في الفراخ، في المشويات، في اللحمه، بتبقى حلوه قوي. جايبه ازازتين صوص صويا، وجايبة ازازة دبس رمان. الماركة دي جميلة جدا على فكرة، انا مش بعمل اعلان ولا حاجة، ده انا بس بعرفكم انا بحب الصوصويا ده، ودبس الرمان ده حلو قوي، وبيبقى طعمه جميل جدا. ما لقيتش بقى من الماركة ديت صوص الباربيكيو، وانا بعشق صوص الباربيكيو في المشويات بصراحة، ولما تحطيه بقى على اللحمة اللي هي بالبصل بيديكي طعم جميل جدا. فما لقيتش صوص الباربيكيو من نفس الماركة، جبت من نوع تاني. هي الازازة يعني نوع ب35 ونوع ب30. صوص الباربيكيو هو اللي كان غالي شوية، كان ب35، انما الصوص الصويا دبس الرمان كان ب30. هو حلو قوي،
بجيب الازايز دي بتبقى عندي برضو، عايزه تستغنى عنها مفيش مشكله، لو عندك عسل اسود وممكن تحطيه مكان دبس الرمان وسوسويا. انا بقولك على البدائل عشان ما تكلفيش نفسك وما تقليش نفسك. جبت بقى شوية مكرونات، انا لسه هعمل معاكم فيديو مشتريات تاني، بس انا ما كانش عندي مكرونة، كانت خلصت من البيت، فانا جبت شوية مكرونات، مكرونة اللي هي الدمعة اللي هي بتبقى زي الخواتم كده، ومكرونة سباكيتي بتبقى اساسية في البيت عشان الولاد اعملها لهم بقى بالصلصة. مكرونة باللبن حلوة قوي. فقلت عما نيجي بقى المشتريات الاساسية لرمضان، لسه هعمل لكم فيديو تاني، فقلت اجيب شوية الحاجات دول. وجايبه شويه كركديه اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا اسعار دي الفاتوره، انا كنت بوريكم ان دي الفاتوره بصراحه. طبعا اسعار الكركديه بتتراوح ما بين 150 و180 و200. طبعا انا بصراحه مش هضرب في العالي قوي وهقول لك انا هجيب من ابو 200، لا بصراحه انا جبت من ابو 150. جميل جدا، حلوة قوي، بديني نفس الطعم. وبصي يعني انا بعمل حاجات اقتصادية وهجيب حاجات اقتصادية، انا مش بحب اكلف مشتركيني ولا متابعيني. ده بقى تمر حلوة قوي قوي، جميل جدا، الكيلو منه ب50 جنيه. التمر الطري ده ماهوش البلح بتاع الخشاف، لا التمر ده انا بستخدمه بعمل بيه كنافة، بحطه في الكنافة، بعمله في المهلبية، بعمله في القطايف، في الجلاش، بيبقى طعمه حلو قوي. وهوريكم فيديوهاتي وانا بعمله في الحلويات، هيعجبكم ان شاء الله. وصفاته سهلة وبعمل وصفات اقتصادية وعلى قد الايد. نيجي بقى بعد ما خلصنا المشتريات، هنيجي بقى علشان هنا بقى انا جبت طاسة وجايبه الكزبرة بتاعتي اهو، نزلتها في الطاسة علشان احمصها على النار بتاعتنا لحد تقعدي تقلبيها على النار كده بشوية لحد ما تحس ان هي سخنت. بس اهم حاجة تقلبيها باستمرار علشان ما تتلطعش منك او تتحرق. هنا بقى كنت خلصت تحميص اهو الفلفل الاسود، وحمصت الكزبرة اهي زي ما انتوا شايفين شكلها اهو قدامكم، وحمصت الكمون كمان اهو شايفين. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا، هسيبهم بس في الاطباق او في صينيه على جنب كده يهدم شويه، يعني تحس انه بيردوا شويه ما يبقوش سخن قوي. بس اهم حاجه وانت الطاسه على النار لازم تقلبي باستمرار علشان ما يتلطعش منك ويبقى فيه لطعه كده، او اللون بتاعه بيبقى مغير، لون الكزبره، لون الكمون، لون الفلفل الاسود. جبت بقى الكبه بتاعتي، هعبي شويه بشويه. انا اول حاجه هطحنها هي الكزبره، لما بتحمصيها وتطحنيها بصراحة بتبقى ناعمة معاكي وحلوة قوي. وبصي وبتقعد معايا وقت طويل. اول حاجة اقدر نصيحة انصحك بيها، تركاية مهمة، اما تحبي تحفظي البهارات او جميع انواع البهارات لو هي زيادة عندك ممكن تحفظيها في درج التلاجة. هتقولي لي ريحة التلاجة هتبقى بهارات. شايفين الكزبرة انا طحنتها ازاي ناعمة جدا جدا. هنا بقى انا حسيت ان هي محتاجة اطحنها شوية كمان، فقلت اطحنها برضو معاكم. تحفظيها في درج التلاجة من تحت، بس اهم حاجة تلف كيس البهارات في كذا كيس علشان مفيش حاجة في التلاجة تلقط من البهارات بتاعتك، ولازم تتحفظ في التلاجة. ده اساسي مع البهارات، ما تحفظهاش بره التلاجة علشان ما تبقاش فيها رطوبة وتعبك يروح على الفاضي. انا بطحنها كده وبجيب اكياس وعبيها فيها اهو. شايفين الكزبرة بتاعتنا مطحونة ازاي معاكم اهي. انا بقى خلصت هنا طحن الكزبرة اهي، بوريها لكم. شايفين ناعمة ازاي، شايفين شكلها ناعم ازاي اهي معاكم. وادي الكمون بتاعنا مطحون. بصراحة لو انت جايبة ربع كيلو بديكي كمية كبيرة وانت عاملاها في البيت وعارفة هي معمولة ازاي. شايفين ربع كيلو الفلفل اسود عاطي معايا كمية ازاي وانا طحناه وعارفة هو ايه. في بعد بقى ما طحنت كل الفلفل والكمون والكزبرة هجيب اكياس من بتاعة التلاجة خالص ما يبقاش ريحتها اي حاجة، وابدأ اعبي التوابل بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين كده. تعبي
مثلا انا هعبي اول حاجة الكزبرة بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين، تمام كده. واربط الكيس كويس، وبرضو احفظها في كيس تاني وتاني، وتحفظيها في درج التلاجة بقى، وتقعد معايا وقت طويل. بصراحة الكمية اللي انا جايباها دي بتقعد معايا وقت طويل لبعد العيد الكبير كمان. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الكمية ازاي معايا؟ برضو في تركاية مهمة، بعد ما تعبي التوابل بتاعتك في الكيس كده تسيبيه مفتوح شوية، علشان هي لسه سخنة معاكي من الضرب في الكبة، من الطحن واحنا بنطحنها في الكبة، وطبعا سخنة علشان احنا حمصناها في الطاسة. فانا بسيب الكيس مفتوح شوية، يعني بصي ربع ساعة او ساعة حسب ما وقتك. لما تحس ان هي هدت خالص، تبدأي بقى تربطي اكياسك وتحفظيها في التلاجة، وتقعد معاكي زي ما انت عايزة. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك ولايك وشير، واكتبوا لي في الكومنتات ايه الفيديوهات اللي تحبوا ان انا اعملها لكم، وان شاء الله فيديوهات هتعجبكم. وهعمل لكم فيديو للمشتريات تاني، دي اول مشترياتي لرمضان، وان شاء الله الفيديوهات بتاعنا هتعجبكم، وكلها حاجات بسيطة واقتصادية وعلى قد الايد زي ما انتوا شايفين اهو. بعد بقى ما عبيتي الاكياس كلها خالص، هسيبهم بقى على الرخامة بتاعتك على الترابيزة لما يهدوا خالص، وبعدين هبدأ ان انا احفظهم في التلاجة بقى براحتي.